تعالي نعمل مع بعض أسرع وأسهل كيكة شوكولاتة في شوب الخلاط. شوب الخلاط وهضيف له مج من الزيت أو السمنة أو خليط ما بين الاتنين، وعليهم مج من الحليب ومج من السكر والحبيبات ونص مج من الكاكاو الخام. الزهر ما اتصورتش معايا في الفيديو. هضربهم في الخلاط لمدة دقيقة يديني القوام التقيل اللي انتوا شفتوه معايا. هعزل كوباية على جنب هستخدمها في آخر الوصفة. هجيب 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، عليهم ورقتين فانيليا أو فانيليا سايلة المتوفر عندك. هنضيفهم على شوب الخلاط على طول وهاخدهم برضه هضربهم لمدة دقيقة. بعد ما يضربوا معايا لمدة دقيقة، عندي نص مج من المية المغلية اللي لسه نازلة من على البوتاجاز حالا. المية لازم تبقى مغلية. وبعد كده ضفت معلقة خل وعليهم يعني 3 معالق من البيكنج باودر. أنا ضفت باكو معلقة كبيرة يعني ما يعادل 3 معالق من البيكنج باودر. نزلت بالخليط بتاعي بعد ما ضربته تاني في الخلاط لمدة دقيقة. نزلت بيه ببولة ونزلت عليه بمجين من مجين ونص من الدقيق. ده دقيق منخول، لازم انخله مرة واتنين وتلاتة عشان قوام الكيكة يطلع حلو معايا. هقلبه بالسباتولا لغاية ما يختفي الدقيق معايا تماما. وهجيب صينية مدهونة سمنة ومبطناها بالدقيق. تبطين الدقيق دي بيحافظ على الكيك بتاعي متلسكش خالص. عندي الفرن السخنة درجة حرارة 180، بتاخد حوالي من 40 ل45 دقيقة حسب فرنك. وأول ما تطلع معايا من الفرن الكيكة بس نسيبها تهدى شوية، يعني حوالي 10 دقايق، من 10 دقايق لربع ساعة كده. وهضيف لها المج اللي أنا عزلته على جنب من صوص الشوكولاتة. هوزعه عليه بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. هوزعها عليه وعايزة أقول لك معلومة عن كيكة الشوكولاتة دي من الكيكات الحساسة جدا. يعني نولع الفرن أول ما تسخن معايا فوق وتحت، نطفيها من فوق ونسيبها من تحت، نهدي عليها شوية ونسيبها لغاية ما تستوي. أول ما تستوي لو احتاجت لون من فوق نولع عليها الشواية، لأنها بتتلسع بسرعة من فوق، نخلي بالنا منها مش زي الكيكات العادية. أنا هنا عندي شوية فرموسول وزعتهم على الوش برضو، وضفت لهم شوية كريمة كانوا متوفرين عندي وجاهزين، يعني تزيين بسيط كده أنا زينته لها. يعني عملتها زي كأني جاتو، اتعاملت معاها كأنها قطعة جاتو، قطعتها زي الجاتو بالشكل ده. الصينية عملت لي 12 قطعة، يعني بسم الله ما شاء الله القطعة كبيرة زي قطعة الجاتو. شوفي انتي برا لو حابة تشتريها تشتري القطعة بكام. وكل بكوباية سمنة وكوباية دقيق وكوباية سكر. أتمنى لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وأسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.